عبد الله، انت قلت انك تعرف اللي تهجموا على المجني عليها وتعدوا عليك. ده واحد منهم؟ ايوه يا باشا، ده واحد منهم، وفي واحد تاني اسمه بشلة في المستشفى. انا بعترض سعادتك. طب وانت ازاي قدرت تحدد ملامحهم رغم انك قلت قبل كده انك انت شفتهم في الضلمه؟ شوف يا اخينا انت، مفيش اي داعي للتشكيك والتلاعب بالالفاظ، لان شهاده المجني عليها بتاكد نفس الكلام اللي قاله عبد الله. والمؤكد اكتر ان الدنيا ما كانتش ضلمه بالصوره اللي تخليهم ما يقدروش يتعرفوا على الجناه وهم بيطاردوهم. تقصد ايه يعني؟ اقصد اقول ان زي المجني عليها معرفه الطريق اللي يوصلها لتوك توك عبد الله، فعبد الله هو كمان قدر يعرف المتهمين كويس قوي، وخصوصا وانه على معرفه كافيه بيهم بحكم شغله في الموقف. عبد الله، ايه يا باشا؟ عندك كلام تاني عايز تقوله؟ ده يا باشا. طب تعالى وقع هنا. حاضر. لا مؤاخذة يا باشا، لا مؤاخذة. يا صاحبي عملت ايه؟ الحمد لله انا كده ريحت ضميري. اللهم لك الحمد. بص، اهم حاجه انك قلت الحقيقه قدام ربنا. امال ايه يا عم؟ بس اللي زينا صاحبي لو ما عملش كده ما يعرفش ينام بالليل على المخده. ما انا خفت ما انامش على المخد، انام عندهم هنا. اهلا اهلا يا متر، ايه الاخبار؟ 15 يوم مع مراعاة التجديد، بس لسه يا معلم دي مش اخر الطريق. القضيه كده رايحه المحكمه، ولازم عبد الله يغير شهادته عشان اعرف اشكك فيها. وما شككتش هناك ليه؟ جاي تشكك لي هنا في الموقف يا متر؟ يا معلم دي قوانين ولوائح، انا مش لاقي ثغره اعرف ادخل منها. انا حاولت ادخل من حته كده واشكك في شهاده عبد الله، بس وكيل النيابه كان هيعمل عليا حفله جوه. الله يخرب بيتهم وبيت اليوم الاسود اللي انا شغلتهم معايا فيه. معلش يا معلم، ما هم رجالتك برضه. ما عشان خاطر رجالتي لازم اقف جنبهم، والا هياكلوا وشي. اعمل ايه؟ بس همتك معايا يا متر. ماشي يا معلم حاضر، وهمتك انت كمان الحقني ب 500. 500 ليه؟ مراتي شكلها بتتوحم جديد ونفسها في كفته على السيخ. ماشي يا متر، عينيا. قوم بالسلامه ان شاء الله. اتفضل يا سيدي، 50 اهي، هتلاقي ربع كفته عشان بتوحم بس. سلام. ناخد نفس كمان مرة كده. بس تمام قوي. طمنا يا دكتور حسام، الحالة الحمد لله استقرت؟ لا الحمد لله أحسن من الأول. يعني أزمة وعدت على خير. الحمد لله. كل ده بقى يا سعاد هانم عشان حضرتك بتهملي في العلاج. زهقت يا دكتور، والرقدة دي لوحدها هتموت. ما هو ده برضه ما يديكيش الحق إنك تطرد الممرضة، دي قاعدة هنا عشان خدمتك. قول لها يا دكتور حسام، دي طاردة لحد دلوقتي 6 ممرضات. كام؟ 6 بقول لك. أنت خفيتي وافتريتي ولا إيه يا سعاد هانم؟ يا ريت يا دكتور. لا طيب ولا يهمك. على العموم أنا هبعت لكم 2 ممرضات من المستشفى عندي يقعدوا معاها ويخلي بالهم عليها، ها؟ يعني 2 عايزة تطردي واحدة التانية تستحق يعني، ها؟ كتر خيرك يا دكتور، أنا تعبك معايا دايما. لا ما تقوليش كده خالص. احنا اهم حاجه عندنا سلامتك وصحتك، بس خلي بالك على نفسك بقى، ها؟ حاضر. يلا انا همشي. شكرا يا دكتور. اي وقت انا في المستشفى. اتفضل. السلام عليكم. متشكرة يا دكتور. انا هطلب هايدي بقى عشان اطمنها. لا يا حبيبي، بلاش هايدي، ما تعكننش عليه وفرحته. أنا عارفة يا حبيبي إن أنا تعبك معايا لا ما تقوليش كده. من يوم ما اتجوزتني، وشايل همي أنا وبنتي. حبيبتي، طب ممكن ما تتكلميش بقى عشان ما تتعبيش؟ وبعدين تشكريني على ايه بس؟ تشكريني على ايه؟ يعني انا لو مكانك مش هتعملي معايا كده؟ ربنا يخليك ليا، انت ما تعرفش غلاوتك عندي شكلها. ولا انت كمان يا ماما، ولا انت كمان. ربنا ما يحرمني منك ابدا.
كده ليه يا سكرين؟ هبطل ماله عبد التوك توك بتاعه ولع يا خالتي. يا نهار اسود، هو فين دلوقتي؟ في الموقف وحسن بتعارك مع رجاله سلطان وانا ما قدرتش عليها يا خالتي. خدني ليه؟ خدني ليه يا استني ياما انا طب استنوني استنوني. يا عبد الله ما انت هسجون من الضربه اهو. يلا بينا. يا ابني يا ابني كده راسك وميلك كده لا وانا جامش. يلا يا عبد الله خد امه وامشي يا سكرين. انا مالي طيب. يلا يا يلا يا عبد الله يلا انت هتضربنا انت. يا عبد نزل السلاح يا كبير. سلاح. نزل السلاح اكراما للكبير. وانت يا عبد الله دي مالك؟ ايه بتقتل اكيد بتمشي في جنازته؟ بتصدقهم ويولعوا في التوك توك اللي باكل عليه عيش؟ وانا احرق توك توك ليه؟ عشان ما شهدتش على رجالتك. وانا لما احب ازيد احرق لك توك توك؟ لعلمك بقى انا مش هغير شهادتي في المحكمه وان شاء الله هياخدوا اعدام. ده ناخد فيها راحه. ولا لم نفسك وكفايه اللي حاصل. اخرس يالا. ما المعلم سلطان يقول اخرس اخرس. لم السلاح ورجالتك واقعد في جحرك انت هو. يلا يلا. حاضر يا معلم. يلا يا رجاله. يعني الواد ده اللي بيحترمك. امشي هادي انت هو. يلا يا رجاله. عبد الله انتوا ما مشيتوش ليه؟ يا ابني احب على رجلك يا ابني. وانت يا عبد الله خد اهل بيتك وتوكل على الله، ولما تهدى يا ابن الناس مع بعض الكلام تاني. فاهم ولا مش فاهم؟ قول له ماشي قول له ماشي. احب على رجلك يا ابني. وانت يا استاذه خدي اخوكي وتوكلي على الله يلا يا ابني. لما اعصابه تهدى. يلا يلا يا طلع عشان اعصابك تعبان. يلا يا عبد الله. حقك عليا انت. حقك عليا. يلا يلا من هنا. معلش يلا انا حاضر. وانتوا يلا كلكم توكلوا على الله من هنا. يلا. على الطلب الثلاثة، على الطلب الثلاثة، انتوا شوية أغبياء، أنا أصلح من ناحية، تبوظوها من ناحية تانية. أنا قلت لك أنت هو، احرقوا توك توك. ما احنا مش هينفع نقف نتفرج يا معلم واخواتنا يتحبسوا بسبب عيل هاتيه زي ده. اخرس هادي أنت بالذات، وعايزك تنكشح من الموقف وتعالوا وشك كده تاني. يا معلم بس الحوار اصلا مش انجرد من هنا، مش عاوز رغي كتير. حاضر يا معلم اختفي. جراد وراه حاجة تهرب. وبعدين يا سلطان هتحلها ازاي دي؟